جولة مفاوضات جديدة يعرفها السودان على خلفية المبادرة الليبية التي طرحت على كلا الطرفين المتنازعين بعد الزيارة الأخيرة إلى ليبيا، والممهدة لإجراء مفاوضات غير مباشرة بوساطة ليبية تركية، لكن تبقى ركائزها مرتبطة بحلول منصة جدة التي سبق ولم تلتزم بها قوات الدعم السريع. هذه المبادرة هذه المرة إذا تجاوزت فيها كل الأخطاء التي ارتكبتها، تعاملت مع القضية بموضوعية منطقية وأعطت كل طرف حقه الذي يستحقه، وسمت الأشياء بمسمياتها وخلصت نوايا الأطراف. أيضا يمكن أن الناس يتجاوزوا ما تم الاتفاق عليه في منبر جدة، أو يمكن الالتزام به وإنفاذه ويكون مدخلا للعبور نحو القضايا الأخرى. ما بين المعطيات المطروحة في ساحة الصراع وضرورة إجراء المفاوضات مفارقات جيوسياسية تبقى مسيطرة على المساعي الإقليمية والدولية للخروج من الوضع الذي لا زال يحصد أرواح المدنيين ويلقي بظلاله المظلم على كافة المدن السودانية. هذه المبادرة يمكن أن تكون فرصة أخرى للتوصل إلى وقف هذه الحرب وفقا لعملية تفاوضية. الحلول المتفاوض عليها دائما هي الحلول اللي يمكن أن يعول إليها سريعة المفعول إذا التزم الأطراف بما تم الاتفاق حوله وخلصت النوايا، وكان هنالك صدق للنوايا من الأطراف نفسها في إيقاف الحرب. ويمكن أن تكون فرصة جيدة يمكن الناس أن يعبروا بها إلى محطة أفضل من هذه المحطات التي شهدناها طوال هذه الشهور من الحرب. مفاوضات الحكومة السودانية غير المباشرة مع قوات الدعم السريع مسار آخر يضاف إلى الجهود المكثفة وحوصلة المسارات التي لطالما وضعت على طاولة اللقاءات الطارئة المستعجلة لإنقاذ السودان.